خلقه أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها السادة، أيتها السيدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأعراف، الآية 199. قبل البدء أو التعرض إلى هذه المحاور الثلاثة، لا بد لنا من التأكيد ولفت النظر إلى ما أسسناه منذ سنوات من هنا، من على هذا المنبر المبارك، وهو استثمار المناسبات الدينية والشعائر الحسينية والوقوف على الإيجابيات ودعمها وتشجيعها، وكذلك الوقوف على السلبيات إذا وجدت هناك سلبيات، تشخيصها وإيجاد الحلول والمعالجات. طبعا هذا الطابع العام اللي اعتمدناه هو هذا. وبما أننا فرغنا من مناسبة كبيرة عظيمة، برنامج كبير يشتمل على أبعاد مختلفة متنوعة، على المستوى الأمني، على المستوى الكثافة البشرية، على مستوى الدعم اللوجستي، على مستويات متعددة. فبالتأكيد يظهر هنا أو هناك بعض الخروقات أو الإفرازات، لكن بالنتيجة في الطابع العام نحمد الله تعالى ونشكره على نجاح هذه المهمة، ونسأل الله تعالى أن يبارك بالجهود الكبيرة المبذولة من جميع الأطراف. أحسنتم. وكذلك أيضا نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم وإياهم الذين وقفوا تلك المواقف المباركة والمشكورة، أن يرزقنا الله تعالى وإياكم جميعا شفاعة الإمام الحسين عليه السلام يوم الورود. أخواني أعزائي، القضية تكمن بالوعي. مهما يكن هناك ظواهر معينة، هذه علاجها بالأساس راجع إلى الوعي. لما يصير وعي عند الأمة تذوب هذه المشاكل. ولذا تلاحظون احنا طلعنا من مناسبة وسندخل في مناسبة أخرى، وهي على الأبواب شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شنو اللي يمكن أن نستفيده من حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ شنو اللي يمكن أن نقف أمامه حتى نقوم أفعالنا، نقوم غير نقيم؟ بالمناسبة أقوم فيما لو كان عندي اعوجاج في حال من الأحوال، وين أروح إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. هو الفرد الأكمل
على حد عبارة الحوزويين، يقولون هذا نسميه الفرد الأكمل، يعني بعد أعلى منه ما يجي إلا الله تعالى. فإذا هو مدرسة شاملة، مدرسة بالأخلاق، مدرسة بالقيم، مدرسة بالمبادئ، مدرسة بالشموخ، مدرسة يكفي أنه ذلك الإنسان المفرد طلع الناس من الضلال ومن الظلام ومن الجهل إلى ما أنتم عليه الآن. هذا بتوفيق من الله تعالى وبهمة عالية عند النبي صلى الله عليه وآله، همة وحب للوظيفة التي كلف بها، نجح بالتأكيد. فيخاطبه المولى جل وعلا واحدة من الخطابات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإمام الصادق عليه السلام يقول، شوية أريد بس يعني تتوجهوا لي حتى أطلع بنتيجة، لأن عندي 3 محاور وكلهن مهمات. المحور اللي راح نركز عليه هو وأمر بالعرف. العرف، ولكن لا يعني هذا أن أغض النظر عن المحورين الآخرين. خل أشوف ألحق لولا ألملم الموضوع بهذه الدقائق المعدودة. أخواني أخواتي، الإمام الصادق عليه السلام يقول: أمر الله تعالى نبيه بمكارم الأخلاق، ولا توجد آية في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق منها، يعني من هذه الآية. وأمير المؤمنين عليه السلام لما يجي يعني يريد يوضح لنا شنو العفو، خذ العفو، وهذا المعنى أكدنا عليه في محاضرات سابقة، أن أمير المؤمنين عليه السلام يعني يقول أنه معنى العفو هو أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وهذه القضية مو سهلة أبدا، مو سهلة، مو أي واحد يقدر يسويها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بها، وبما أنه عمل بها إذن هي سنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبالنتيجة هاي قاعدة، وهذا يعني محل تربية للأمة، منشأ تربية. هذه من مكارم الأخلاق. المحور الأول العفو، التسامح، الصفح، لين الجانب، هذه كلها مكارم من مكارم الأخلاق. وبالتأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو المثال الصادق والصحيح: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا المجال مو هو راح نحكي به. ليش؟ لأن واضح إن شاء الله عند الأخوة بالتأكيد أنه يعني إذا اعتمدنا التسامح والعفو وغض الطرف عن كثير من المشاكل والمزاورة وأن نفشي السلام بيننا، أفشوا السلام بينكم إلى آخره، هذا كله يصب في بناء المجتمع السليم، وكله يصب في بناء المجتمع الصحيح الراقي. هذا جانب الآخر أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الأول خذ العفو
وأمر بالعرف، يعني كأنما منظومة أخلاقية ذات أبعاد ثلاثة: العفو والعرف وأعرض عن الجاهلين. وأرجع أأكد على قضية نبهت عنها في بداية الحديث، قلت أنه إصلاح شأن المجتمع، إصلاح شأن الأمة أولاً وبالذات يعود إلى وعي الأمة. الأمة الواعية، الأمة اللي تقدر تشخص الأخطاء، ما ينطلي عليها التدليس والكذب وما يقام به في الفترات الأخيرة من استعمال هذا الانفتاح الإعلامي وهذا التقدم التقني والتكنولوجي في الجوانب السلبية. لما يجون مثلا يستخدمون الذكاء الصناعي أو يستخدمون مثلا المنتجة أو ما إلى ذلك، دمج الصور أو تغيير الأصوات وهكذا. فإذا التدليس والكذب اليوم صار في أعلى مراتبه حسب ما يعني نفهم. فعليه الأمة الواعية تكون حذرة من هذا اللي جاي الآن نشاهده. هذا ما يسمى بالذباب الفيسبوكي، ما يسموه مثلا المواقع الوهمية، ما يبث، ما يكتب، ما يثير الانفعالات، ما يثير الفتنة. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وهكذا. هذا دائما ننبه عنه. الفطنة الوعي. يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والله شوي انتبهوا لي، هاي ما دام جت بالبال. يجي واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، فشنو تريد؟ قال اكرمني. قال طوفة شاة مثلا، طوفة 10 من الشياه، أخذهن وراح. في العام القابل هم إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله، طيني اكرمني كذا. قال يعني شنو تريد؟ قال مثلا فدناقة أركبها عنزة أحلبها. فقال الطوب. هو هذا فهمه الشكل، لكن لما راح قال عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. لاحظوا، عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. قالوا له يا رسول الله شنو هاي عجوز بني إسرائيل؟ هسه ما أدري، يعني ينقلوها المفسرون ينقلوها، يقولون لما موسى عليه السلام أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فقالوا إحنا كنا نطلع رفاة يوسف عليه السلام بحسب وصيته، ناخذه ويانا نطلعه ما يظل هنا. فبناء على القصة ناخذ بس موطن العبرة منها. فقال وين هو رفاة يوسف؟ قالوا مولانا ما حد يندل إلا عجوز واحدة بالقرية. قال جيبوها أو نروح لها، أيتها العجوز هذا رفاة يوسف عليه السلام، قبر يوسف عليه السلام وين؟ قالت ما أدلي. ليش؟ قالت بشرط أن تضمن لي الجنة. أن تضمن لي، ما قالت تعطيني شاة، ما قالت تعطيني فلوس. شوف الوعي، شوف الفهم، المعرفة. أو أن أكون معك في الجنة. فيقال أن موسى عليه السلام هاي القضية كأن شلون نقول خارج صلاحياته، فأوحى الله تعالى إليه أن نعم ما يخالف أضمن لها الجنة، فدلتهم على الرفاة. بناء على صحة هذه القصة، هاي عجوز واعية استثمرت الموضوع
لعلي ذكرت لكم في يوم ما قضية الجارية لما سقط من يدها الإبريق على رأس الإمام السجاد الكاظم، على كل تنقل هكذا، وشجت جبهة الإمام قالت والكاظمين الغيظ. لاحظ الوعي، هذا هم أيضا شوي أذكر بيها، وإن كان في يوم ما ذكرتها اليوم أيضا أذكر بيها. والكاظمين الغيظ ما قالت له قل هو الله أحد، ما قلت لا إن الله وملائكته، لا، راحت إلى آية تتوافق ويا المقام ويا الحال. هذا وعي. الأمة تحتاج إلى وعي. التفتوا، المعركة فكرية، المعركة مو صواريخ، مو مسيرات، مو فرقاطات، مو صواريخ، مو طائرات. هذا فشلت، هاي المعارك فشلت، شفتوها. الآن لا، شلون نفرق الصف الواحد، شلون نغرس الفتنة في صفوف المكون الواحد. شنو المكون الواحد؟ إذا كان بدائرة أوسع يعني المسلمين، إذا أوسع بعد المسلمين وباقي الأديان، باعتبار مثلا كبلد إحنا الآن متنوع الديانات، وإذا على المستوى الأضيق الدائرة الأضيق نفس الشيعة، شلون أجي أفتنهم؟ الوعي. لاحظتوا؟ زين. وأمر بالعرف. شنو العرف؟ احنا عندنا العرف نوعان، عرف صالح وعرف فاسد. العرف إذا وافق الشريعة المقدسة وأقره العقلاء هذا يكون عرف صالح، ما بي ضرر، ما بي ضرر. تصير فاتحة تجي تطبخ لك ماعونين 3 وتقول تعالوا تفضلوا انتهى الموضوع. أو العرف العام يقول ما نثقل كاهل هذا وما نروح، وأكو وصايا وأكو هذا حكي أمينا ياخذ من عندنا مجال واسع وتحدثنا فيه كثيرا. بس عرف هذا العرف إذا زاد عن حده، وإذا خالف الشرع المقدس، وإذا خالف مباني العقلاء يصير عرف فاسد. لاحظتوا؟ وأمر بالعرف. أي عرف؟ العرف الصالح، مو العرف الفاسد. هسه أذكر لك كم نموذج، وعلى حد تعبيرنا نقول كم مصداق، كم نموذج من النماذج، أمثلة من الأعراف الفاسدة. أما الأعراف الصالحة هواية. إكرام الضيف عرف صالح، إكرام الضيف ملايين 20-25 مليون ضيوف، بالنتيجة هو ضيف، هو أبو بيت مو ضيف، لكن تسامحا نقول ضيف باعتبار إجا إلى بلد آخر. وأهل البلد آثروا على أنفسهم، هذا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يطلع العجوز طالعة والطفل طالع والكبير طالع والصغير طالع والشاب طالع، مو يوم ويومين، 10 و15 و20 يوم على الشارع بالحار بالبرد حتى يقدم خدمة، وما حد ناطي من جيبه. بالمناسبة شلون هذا يقول؟ عجبني واحد كاتب فد شيء يقول هسه احنا الطعام ناطينا من جيوبنا، اللطم هم على صدرنا، التطبير هم على روسنا، المشي على رجلينا. هسه انت البعيد ايش بيك خابص نفسك؟ ليش يعني مأذي روحك؟ ليش غاث نفسك؟ على كل حال هذا مو موضوعنا. موضوعنا شنو؟ انه اكو عرف صالح، الضيافة عرف صالح، بعد رعاية الأيتام عرف صالح، المزاورة عرف، كله يستند إلى الشريعة، إلى السنة، إلى الروايات، يشجعون عليها. الله بالأيتام فلا تغبوا أفواههم، هذا مو نص هذا. فالعرف قد يكون صالح وقد يكون طالح. ولذا
إخواني تشوفون أن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر قال: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة، يعني الصحابة، التابعين، الأئمة، الأولياء اللي عملوا بتلك السنن الصحيحة لا تنقضها، شجعها. ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، وهي أكدنا عليها أيضا بمحاضرات سابقة. ايش قلنا؟ قلنا أنه عندنا موروث، تتذكرون قلنا عندنا موروث، لا تجي هاي التكنولوجيا والعلوم الحديثة بدل ما أستخدمها في دعم هذه الموروثات أجي أنخر في بنية هذه الموروثات. وضربت أمثلة هناك، قلت مثلا احنا عندنا تراث حسيني، افرض عندنا ردات حسينية، عندنا قصائد خالدات، عندنا لحن معين، لا أجي أدخل هاي الألحان اللي يعبر عنها الفقهاء أنها ما يتعارف عليها في مجالس اللهو والفسوق، أجي أدخلها على هذا التراث الحسيني. هاي جريمة، جريمة بحد ذاتها، جريمة بحق الحسين عليه السلام، جريمة بحق الزهراء صلوات الله عليها. مو صحيح. ليش أقول وعي؟ لأن أنا كشاب مو أني، هو يعني كناية عنهم، إحنا بعد انتهى موضوعنا، بس أقول عن الشباب. هو شاب بالنتيجة، شاب عنده رغبة وهم أذن عنده موسيقية ويريد يسمع غناء وكذا. هسه قلنا له ممنوع حرام، هو هم الرجل امتثل، لكن اجيت سويت له قصيدة بذلك اللحن اللي كان يغنيه المطرب الفلاني، فهو طبعا راح شنو يجنح إلى هذا اللحن الجديد، وبهذا راح يصير عرف، وعرف فاسد، مو صحيح. فاحذروا أن لا يداف السم بالعسل، احذروا. هذا الكلام موجه إلى الأبناء، أبنائي، بناتي، أخواتي، إخواني. بعد الآباء هم نجي نقول لهم آبائي ما أدري، هم نقول لهم ما يخالف، هم ننصحهم، هم نقول لهم ديروا بالكم على أولادكم، على بيوتاتكم، لا يداف السم بالعسل، التفتوا. ما عندنا شيء اليوم، احنا صعب ما شاء الله، جو مفتوح، تريد العالم تتصل بالعالم 5 دقائق، ثواني، الرسالة بثواني، مواقع أكو، ما أشكل عليك، ما التبس عليك من الأمور، التجئ إلى العلماء، خلص روحك. فلا يصير غفلة، يريد الإنسان يأخذ من نبي الرحمة ومن هذه المناسبة ما ينفعه، هو هذا لب الموضوع. العرف الفاسد، هسه من أذكر لك كم نقطة راح من يما كنت قاعد تقول إيه والله صحيح شيخنا صحيح، ولعل البعض، ما أريد أقول الكثير، هو يسويها. يعني مثلا لاحظوا المبالغة في المهور، هذا عرف فاسد. ليش؟ يعني قلت أنا العرف الصالح يوافق الشريعة المقدسة، يعني يوافق الكتاب والسنة، ويستحسنه العقلاء، يقره العقلاء، صح لو لا؟ العقلاء يقولون هذا شيء صحيح، بعد ما يستلزم من ورائه ضرر، ما يترتب عليه ضرر، هذا أيضا كون نلتفت إلى هاي القضية. مثلا النهوة في الزواج، النهوة، وخل أكون بعض شوي واقعي أكثر، البعض يقول النهوة يسميها، مو صحيح. نهوة ما أنطي، إجا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما أنطي، هاي نهوة، ألا ابن عمها، ألا ابن خالها،
ما ننطي للقبيلة الكذائية، احنا إلا قبيلتنا، وهذا محكي هواية. هاي من الأعراف الفاسدة. حرمان المرأة من الميراث، حرمان المرأة من الميراث أو منعها من الاختيار. خلي يسمعون ذولي النسويات، هذن أمهات صاحبات المؤسسات النسوية، اللي يقولون أن الإسلام وأن المذهب ضد المرأة. لا لا، هذا المذهب هيك يقول لا تمنع المرأة من الاختيار. بنتك صير صديق إلها، لا صير جبروت، اسمع من عندها بحدود المعقول وبحدود المشروع. زين، هذا كله طبعا يراد له تعليق، بس أنا حبيت بس أذكر. بعد من الأعراف الفاسدة تحميل الأبرياء جرائم غيرهم، صير دقة وعشائر وبيوت يشيلوها وبيوت يحرقوها. ليش؟ لأن فلان أذنب، هو هذا المذنب. لا لا، ما يكفي هذا المذنب. هذا عرف فاسد دون فاسد، كلكم تقولون فاسد، الكل تقول فاسد، ونصنا يسويها. ما أقول كلنا حتى لا أجور على الآخرين، نصنا يسويها. تأخذ العزة بالإثم، شنو يقولون علي؟ جبان، مو زحمة. أيضا شوف لاحظ، فقال وأعرض عن الجاهلين، ولذا هو أمر بالإعراض عن الجاهلين. بقى مسألة، لأن أنا الوقت أدركني ب3 دقائق، خلي أذكر لك قضية أيضا من عجيب الأمور التي يأسسها إن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا في يوم ما قلت هاي تنفع القائد والمقود، تنفع القائد والمقود. رسول الله على فراش الموت، راح تسمعون أيام الشهادة، والناس جاي تتعاهده، ورسول الله يقول من له قصاص عليه؟ فيقوم واحد اسمه سواء أو سوادة ابن قيس، قال أنا يا رسول الله. إيش عندك؟ قال أنت يوم من الأيام على الدابة ردت تضرب الدابة فوقع الصوت على بطني، هو بعد ما متعمد، أنت جاي تقول ما متعمد، هسه شنو تريد؟ أريد القصاص. صح على بلال باختصار شديد، روح جيب لنا القضيب الممشوق، صوت خاص للعقوبات. جاب من بيت فاطمة صلوات الله عليها، وجاء فأعطاه لهذا. هذا همينا اجى أخذ الصوت وأخذ يتخطى رقاب القوم، ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له يا رسول الله اكشف لي عن بطنك، فكشف له عن بطنه، فانكب على بطن رسول الله. الوعي سمعوا، اغتنام الفرصة. فانكب على بطن رسول الله يقبلها، وهو يقول اللهم إني أعوذ بك بموضع القصاص من القصاص. فقال يا سواء أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو يا رسول الله. قال اللهم اعفو عن سواء كما عفى عن نبيك. يا قائد يسويها، يا ملك يسويها. هذا مو تأسيس لدرس بالأخلاق؟ هذا مو وإنك لعلى خلق عظيم نجي نمر بيها ونطلع قبل؟ هذا رسول الله، ونحن مقبلون على شهادته. أحببت أن أمر مرورا سريعا على بعض القيم والمبادئ التي نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا للانتفاع بها ومنها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.